انت كواحد متابع ون بيس سواء من زمان او حتى لسه بادئ جديد زي حالاتي كده، اكيد خدت بالك ان مش كل الاركات في العالم دوت شبه بعض. يعني في اركات بتبقى عاديه وفي اللي هتلاقيها ممله وفي اركات تانية تحس ان اودا كان داخل يطبخ براحته. كتابه قويه، شخصيات مثيره، عالم مبني بتفاصيل مجنونه. والنهارده بقى انا جاي احكي لك عن الارك اللي انا شخصيا شايفه من اعظم اركات ون بيس كلها، وهو ارك دريس روزا. الارك ده حرفيا فيه كل حاجه هتخليك مستمتع في كل حاجة، من شخصيات جانبية مستحيل تنساها وحتى فيلن يعتبر من أفضل اللي أودا كتبهم في حياته. فتعالى بقى أحكي لك قصة الأرك ده وليه أنا شايفه أحسن أرك في الأنمي أو الأفضل لحد ما أنا وصلت دلوقتي. وكمان نتعمق شوية في شخصية وماضي ديفلامينجو. تبدأ الأحداث وبنشوف إن أول ما الطاقم وصل الجزيرة وهيبقى هدفهم إنهم هيسلموا العالم المجنون سيزار لدوفلامينجو مقابل إنه هيتنازل عن لقبه كاتشومينكاي. والحاجة التانية إنهم أثناء عملية التسليم دي هيدمروا مصنع الاسمايل اللي في الجزيرة عشان دوفي بيصنع الفواكه بتاعت الشيطان وبيديها لواحد من الأباطرة الأربعة وهو كايدو. طب ليه لو عايز يعمل كده؟ عشان بكل بساطة دوفلامينجو مش هيبقى عنده حماية من البحرية، فلما يخسر اللقب بتاع التشوبوكاي هيدمروا المصنع. فكايدو مش هيعجبه الكلام ده وهيروح بقى ان هو يواجه دوفلامينجو. وخطة لو كلها تتمحور اننا هندمر دوفلامينجو بس بطريقة غير مباشرة، عشان يعني مش هنخش في مواجهة معاه، لان لو شايف ان المواجهه المباشره مع دوفلامينجو هتبقى خسرانه يعني. فهنا بنشوف لما الطاقم خلاص بقى ان هم دخلوا الجزيره، وانت حتى هتشوف ان الجزيره مليانه الوان وفيها العاب عرايس ماشيه بتتكلم وتتفاعل كده زي البشر، والناس بتضحك ومبسوطه، والجو تحسه كده كأنهم في حفله كرنفال. يعني هتحس ان في حاجه غلط، معقوله ان هي دي الجزيره اللي بيحكمها القرصان زي دوفلامينجو؟ ودي من الحاجات اللي أودا بيعرف يعملها حلو أوي، يخلّيك تدخل مكان شكله جنة، وبعدها يطلّع لك القرف اللي مستخبي تحته، وتكتشف أسرار الجزيرة دي بس واحدة واحدة. وهنا الطاقم زي ما إحنا متعودين في كل arc إن هُم هينقسموا لمجموعات، مجموعة لو ومعاه روبن وأوسوب هيروحوا يسلموا العالم اللي هو سيزر ده لدوفلامينجو، ومجموعة اللي هي لوفي ومعاه سانجي وفرانكو وزورو والراجل اللي هو الساموراي ده، مهمتهم ان هم هيتخفوا وسط الناس في الجزيرة عشان يعرفوا فين مكان بتاع المصنع ويدمروه. وباقي بقى الطاقم هيروحوا السفينة اللي هم بروك ونامي وتشوبر، قال يعني لو راحوا معاهم وما فضلوش على السفينة يعملوا حاجة، مش مهم. وهنا هتبدأ القصص تنفتح بقى والأجزاء هتكتر. ودي من الحاجات اللي أنا قلت قبل كده إن أنا بحبها في عالم ون بيس من ساعة ما بدأت الأنمي، إن أنت هتلاقي الطاقم أو الأبطال مش دايما مع بعض، هو كل مجموعة بقى هتروح مغامرة مختلفة أو مهمة هيعملوها مختلفة، وده بيدي مساحة للشخصيات من وجهة نظري إنها تتطور وهنشوفهم أكتر وهنتفاعل معاهم أكتر. وفي مجموعة لوفي بقى يظهروا ليهم راجل أعمى بس هنعرف بعد كده إن هو واحد من الإدمارات البحرية اللي انضموا جداد واسمه فيجيتورا. طب هو ليه موجود على الجزيرة ديّة؟ عشان بكل بساطة دوفلامينجو ضحك على لو والباقي الطاقم، وهو مش هيسلم نفسه ولا حاجة ولا هيتنازل عن اللقب بتاعه، لأ ده هو بلّغ البحرية إن هم هيعملوا زي مسرحية وفيلم كده على لوفي والطاقم اللي معاه، عشان لمّا ييجوا هنا الجزيرة البحرية تقبض عليهم. طيب بس بعد كده لوفي بقى وهو ماشي في الجزيرة بيشوف بطولة معمولة اسمها الكولوسيوم، يا رب أكون نطقت اسمها صح. والبطولة دي أصلا هتحس إنها مستوحاة من بطولات روما القديمة كده، اللي هي ناس كتير بتنزل في حلبة كده كبيرة وبتصارعوا لحد ما بقى في واحد كسبان. حتى هتحس إن شكل الحلبة نفسها كده شبه المباني الرومانية القديمة اللي بقى فيها المصارعة بتاعت الرومان القديمة دي. بس هنا الفايز في البطولة دي هيبقى ليه جايزة ضخمة. وهنا بقى بنشوف أول لمحة من لمحات اللي هو ذكاء دوفلامينجو أو التخطيط بتاعه الكويس، إن هو خلى الجايزة دي فاكهة اللهب، أيوه بتاعة فاكهة إيس. وهو عارف كويس إن لوفي أول ما يشوف الفاكهة ديّة مستحيل إن هو مش هيخش المسابقة، أكيد هيدخل عشان ياخد الفاكهة دي. وهنا يعني زي ما تقول كده حط له أول مصيدة عشان يصطاد بيها لوفي. وهنا أول ما لوفي بيخش وإنه يشارك في البطولة دي بس هيبقى متخفي عشان ما حدش يعرفه. هنشوف إن في عدد شخصيات كتير جدًا جوه الحلبة دي، وهنا أنت هتشوف إن لوفي قابل ناس كتير جدًا جوه الحلبة ديّة، مِيّات من الناس، أنت ممكن تشوفهم إن هم شخصيات جانبية، شخصيات ما لهمش لازمة، وفي منهم اللي شكله كوميدي أو تحس إنه حتى ما لوش لازمة. بس صدّقني ركّز مع الشخصيات ديّة لإن ليها لازمة جدًا قدّام في الarc دوّة. بس دلوقتي أنا هاقول لك إن في شخصيتين بالذات شدّوني جدًا، وهو بارتوميريو وكافنديش.
يعني بارتوميرو ده عندك حرفيًا ده أكتر شخص هتشوفه إن هو مهووس ومُعجب بلوفي، يمكن أكتر من الfans بتوع الأنمي نفسهم. يعني أي حاجة لوفي بيعملها بالنسبة له إن هي دي إعجاز، إيه الحاجة الجامدة اللي أنت بتعملها دي يا لوفي. أمّا كافنديش ده فده شخصية يعني غريبة، بالنسبة لي مثيرة للاهتمام. أنت أول شخصية أول ما تشوفها هتلاقي إنها هادية وشيك كده وكُلّه بيحبه، لكن هتكتشف بعد كده إن عنده حاجة يعني حاجة شبه الانفصام في الشخصية، وإنه أول ما بينام بيطلع منه شخص تاني مرعب وأقوى بكتير منه، حتى هو ما بيقدرش يتحكم فيه. بعد كل الكلام دوّة لوفي بقى خلاص بيشارك في البطولة وبيدخل، بتبقى عبارة عن 4 مجموعات، يعني كل مجموعة بيبقى فيها حوالي 100 شخص أو 100 مقاتل، وبس لازم في المجموعة الواحدة شخص واحد بس هو اللي هيكسب. أكيد لوفي في المجموعة بتاعته كسبت، وبتشوف إن ال4 مجاميع خلاص هم عدّوا وكله كسب، يعني ما فضلش غير 4 متسابقين بس هيوصلوا في النهاية عشان هيحاربوا بعض واللي يكسب هياخد الفاكهة بتاعة إيس. في الأثناء دي خلاص بقى كلها إن لوفي خلاص رايح للنهائي أو كده، ظهر شخصية حرفيًا ما كنتش متوقعه نهائي إن هو هيظهر أو إن هو ليه مستقبل أصلًا في الأنمي، حتى لمّا شُفته اتفاجئت جدًا، خصوصًا إني كنت معجب بالشخصية دي لمّا شُفت فلاش باك ليه بصراحة، وهو سابو المفروض إن هو يعني أخو لوفي، هم مش اخوات بالدم زي علاقة لوفي بإيس كده، إن هم اتربوا مع بعض واعتبروا نفسهم اخوات، وهتكتشف أصلًا إن سابو يعني ما ماتش، لأن في الفلاش باك إن دراجون اللي هو أبو لوفي أنقذه من الموت وخلاص وخده ورباه، بس كانت حصلت له حادثة إن هو فاقد الذاكرة، ده بسبب إن هنعرف إن ليه سابه ما ظهرش في حرب المارين فورد اللي هي حرب القمة عشان ينقذ إيس. وبصراحة أنا ليه حبيت الشخصية ديّة وليه كنت مبسوط إنها ظهرت، لأن أنا من الناس اللي ما اتعلقتش أوي بالموت بتاع إيس، يعني حسيت إن هو كان مؤثر وحسيت إن الشخصية ديّة كويسة، بس حسيت إنها برضه في نفس الوقت ما اتبنتش صح، يعني أودا وهو بيكتبه ما بنتوش صح، ما حتى أنت بعد ما مات أنت جبت فلاش باك ليه كتير كان ممكن ده يظهر قبل ما يموت فاتعاطف او اتعلق بالشخصيه دي اكتر من كده يا راجل، ده انا حتى ما شفتش امتى ايه سكيل الفاكهه بتاعته، انا تقريبا لحد دلوقتي ما ظهرتش، فلما سابه ظهر حسيت ان ده عوضني كتير عن شخصيه ايس، ان هي لو ليها مستقبل كتير اكتر في مستقبل الانمي فممكن اتعلق بيه واحبه اكتر من ايس شخصيه ايس يعني. المهم يعني ان هنا سابه بيقول للوفي ان هو خلاص روح انت بقى كمل اللي بيحصل في الجزيره دي وشوف اللي بيحصل، وانا هنا هكمل المسابقه وهاخد انا الفاكهه بتاعت ايس، وان هو بيستأذن لوفي ان انا ممكن اخد انا الفاكهه بتاعت ايس لان دي يعني اخر حاجه باقيه من روحه يعني او كده. فطبعا لوفي بيفرح بالكلام ده ويقول له يعني انا ببقى مبسوط لما انت خدت الفاكهه بتاعت ايس. وهنا بقى انا عايز احكي لك عن واحده من اهم الشخصيات اللي عجبتني البناء بتاعها وانها اتبنت كويس قوي في الارك ده، ودي حاجه اودا مبدع بيها بشكل مرعب، يعني بيعرف يبني الشخصيه لحد ما تتفاعل او تتاثر معاها. والشخصية دي اللي هي الشخصية بتاعة الجندي وهو أبو رجل واحدة اللي هو العروسة دي، في البداية أنت هتشوفه إن هو كانت شخصية بسيطة وشخصية جانبية جوه الأرك دوت، وإن هو كان ظاهر عبارة عن عروسة شغالة جوه الحالة بتاعة المسابقة دي، إن هو زي بيشوف التذاكر بتاعة الناس اللي داخلة أو المتسابقين أو كده. بعد كده أنت تكتشف إن هو من أهم الشخصيات الموجودة في الأرك كله. ولازم بقى هنا ندخل في الماضي المظلم الحقيقي بتاع الجزيرة ديت والأفعال المريضة اللي كان دوفلامينجو بيعملها عشان برضه تكون أنت واصل معايا أو تقدر تفهم إن أنا أحكي لك عن التطور بتاع العروسة بتاعة الجندي أبو رجل واحدة ده، لأن كل العرايس أو الألعاب اللي أنت شايفها من ساعة ما الأرك بدأ دوت في الجزيرة إن هم سعداء ومتعايشين مع بعض ومع البشر بشكل طبيعي جدا، دول أصلا كانوا بني آدمين. ودي فلامينجو كان عنده واحدة في الطاقم بتاعته هي بنوتة كده صغيرة كان معاها فاكهة مرعبة بصراحة، إنها لما بتلمس أي حد بتخليه زي عروسة أو لعبة أو كده، وكمان بتخليه ينفذ الأوامر اللي هي بتطلبها منه إن هو يبقى عبد ليها. وفي نفس الوقت والمرعب أكتر إن أي حد بيبقى ليه علاقة بالشخصية اللي اتحولت لعروسة دي بينساه تماما كأنه ما كانش موجود، يعني اللي هو تخيل كده انت اتحولت اللعبة ابوك او امك او اصحابك او اي حد تعرفه كلهم فجأة هينسوك ولا كأنك كنت عايش اصلا. ودي حاجة من السوداوية اللي انا شفتها في الارك ده بصراحة، لانك هنا انت مش بتموت، انت فجأة بتلاقي نفسك انت اتمسحت من الحياة. والاصعب من كده ان الناس اللي بيتحولوا للالعاب دول حرفيا بيبقوا عبيد عند ديفلامينجو، بس هو بيوزعهم على حسب هو عايزهم فين، يعني هتشوف مثلا ان هو ممكن حد هيروح يشتغل في مصنع او في حاجه، واحد تاني هيكون بيخدم، وممكن حد يبقى مواطن عادي في الجزيره عادي مهمته بس ان هو يبقى مواطن كده. في الاخر يعني هم كلهم مجبرين ان هم يسمعوا الكلام وبس، وده اللي كان مخلي الجزيره شكلها سعيد من بره. اول ما الطاقم دخل واول ما شفنا الجزيره كان عامل ازاي،
بس الحقيقة إن المستخبي ورا الضحك والألوان دي كلّها يعني جحيم، أو الجزيرة كانت عايشة في جحيم. عشان نفهم برضه حجم الجريمة اللي حصلت في الجزيرة ديّة، تعالَ أرجّعك ورا شوية وأفهّمك في الآخر ليه بناء الشخصية بتاعة الجندي أو العروسة أبو رجل واحدة ده عجبتني. فلازم أرجّعك 10 سنين ورا. يعني دريس روزا أصلًا ما كانتش وحشة بالشكل اللي أنت شايفه دوّة، هي كانت جزيرة كانت تحت حكم ملك اسمه ريكو. يعني هو كان بيحكم الجزيرة ديّة والشعب كلّه كان بيحبه، وكان كل اللي بيهتم بيه اللي هو السلام للجزيرة بتاعته أو كده، لحد ما ظهر دوفلامينجو. بس دوفلامينجو ما ظهرش بقى بجيش يحارب، ولا إن هو عايز ياخد السلطة بالقوة أو كده، لأ هو عمل أوسخ من كده. فلامينجو استخدم قدرة الفاكهة بتاعته اللي هي الخيوط بتاعته، واتحكم في جسم الملك وكل الجنود بتوعه، وخلاهم يذبحوا الشعب بتاعه غصب عنهم. والشعب اللي كان الملك بيحبه بقى شايفه ان هو سفاح بيقتلهم بدم بارد. في عز ما الناس بقى كانت بتصرخ من الغدر بتاع الملك، بيظهر دوفلامينجو بالطاقم بتاعهم كأنهم بقى الأبطال الهيرو اللي جايين ينقذوا من البلد من الملك المجنون اللي اتجنن ده. وبكده دوفلامينجو يعني ما سرقش العرش بس، لا ده سرق الحقيقة، خلي الملك يعيش باقي عمره وهو مكروه ومنبوذ، هو اللي بقى الحاكم المحبوب للجزيرة. يعني خلاص أنا دوفلامينجو، أنا الهيرو بتاع الجزيرة دي وأنا اللي أنقذتكم. دلوقتي أنا عرفتك الماضي الجزيرة عشان بس أفهمك إن الماضي بتاع الجندي اللي هو العروسة أبو رجل واحدة ده ما كانش طول عمره لعبة أصلا، لا ده كان كيروس أسطورة الحلبة والمصارعة، اللي هي المسابقة اللي كان لوفي فيها من شوية ده. وكان يعتبر إن هو من أقوى المحاربين أصلا في تاريخ المملكة، لدرجة إنك هتشوف إن دوفلامينجو شخصيا كان عامل ليه حساب، وهو السبب إنه فقد رجله وهو كان بيحاول يواجه دوفلامينجو عشان يحمي عيلته. وهنا كمان هتعرف ان كروز ده اول واحد اتحول لعروس اصلا في الجزيره. في اللحظه اللي لمسته فيها البنت اللي عندها فاكهه العرايس دي، اتمسح تاريخه بالكامل. المحارب اللي كانت الناس بتهتف باسمه بقى مجرد بقى حته خشب ملوش ملامح، حتى مفيش حد فاكر بطولاته، مفيش حد فاكر انه كان موجود اصلا. اصعب لحظه ممكن تشوفها لما كيروس اللعبه جرى عشان بقى ينقذ مراته، اللي هي بالمناسبه هتطلع بنت الملك. فهو كان عايز ينقذ مراته وبنته، بس للاسف هتشوف ان مراته ماتت بين ايده وهو مش عارف يعمل لها ايه. حتى هي ما كانتش عارفه هو مين اصلا، يعني ماتت وهي مفكره ان ده مجرد لعبه او عروسه بيحاول يواسيها، مش جوزها اللي ضحى برجله عشانها. بس هنا نشوف ان برغم كل ده كيروس ما يئس، لا ده قرر ان هو يخلي بقى باقي حياته ان هو لبنته اللي كانت مفكره ان ابوها كمان مات، او حتى ممكن مش فاكراه اصلا، بس هو فضل يحميها وهو في جسم اللعبه ده، وعلمها ازاي تدافع عن نفسها وازاي تحارب عشان لما يجي اليوم اللي الحقيقه فيها تظهر وان احنا نحرر الجزيره دي هي تكون جاهزه ومستعده. فالقصه ديت بصراحه او ماضي الشخصيه ده كان من اكتر الحاجات اللي بحترمها في ون بيس ككتابه مش بس كانمي. يعني هي الشخصيات الجانبيه، وده مش بيحط لك شخصيات كومبارس كده وخلاص، هو بيحط اشخاص عندهم حكايات ومشاعر. يعني مين كان يصدق ان العروسه اللي ظهرت في اول ارك ديت اللي ماشيه برجل واحده كانت مجرد عنصر كوميدي في اول حلقات، تطلع هي من اكتر الشخصيات اللي ممكن فعلا تاثر فيك في الارك كله. فاودا هنا بيلعب بينا حرفيا، بيخليك تشوف الشخصيه في الاول ما تاخدش بالك منها اصلا، بعدين بيبدا يسحب بقى الستار واحده واحده وتشوف الماضي المظلم بتاع الشخصيات ده. فانت ممكن هنا تسالني دلوقتي، طب ليه دوفليمينجو عمل كل ده؟ يعني ليه الشر ده كله؟ وايه دوافعه اصلا؟ ولا هو شرير محطوط هنا وخلاص؟ وانا بصراحه لحد ارك دريس روزا كنت شايف ان افضل فيلن ظهر في وان بيس هو كروكوداي، شخصيه خبيثه ذكيه بتعرف تتحكم في الناس وعنده هيبه كده مرعبه، وحتى دوافعه كانت مقنعه بالنسبه ليا. لكن دوفليمينجو بصراحه لما ظهر بالنسبة ليّا كأنك خدت كل الصفات بتاعة كروكودايل دي بس اضربها في 10، ولحد دلوقتي أنا شايفه إن هو من أقوى الvillains اللي أنا شُفتهم في one piece لحد دلوقتي. وهاقول لك ليه، يعني دوفليمونجا يا سيدي ما اتولدش إنسان أصلًا عادي، لأ هو اتولد تنين سماوي، اللي هم الناس المجانين اللي مفكرين إن بقية البشر عندهم عبيد وكده. يعني من يوم ما فتح عينه على الدنيا وهو شايف إن هو حرفيًا فوق البشر، يعني شايف إن الناس دي مجرد عبيد، لعب عشان أنا أتسلى بيها. وده اصلا السبب المثالي لقوته اللي هو الفاكهه بتاعته الخيوط. يعني راجل طول عمره شايف ان البشر دي عرايس وهو بقى بيلعب بيهم وبيحركهم الكلام ده، لكن فجاه هو طفل ابوه خد قرار قلب حياته، ان هو قرر ان هو يسيب حياه التنانين السماويه وينزل يعيش وسط البشر بشكل طبيعي. وانا هنا عندي سؤال فعلا لحد دلوقتي، يعني ليه؟ يعني تمام انا ممكن متفاهم ان ابوه حس بالذنب وان اكتشف ان التنين السماويه ديت ناس فاسده وقرر ان هو يكفر عن ذنوبه ويعيش كانسان طبيعي، بس انت ما فكرتش في عيلتك؟ يعني انت حرفيا نزلت باطفال كانوا عايشين اكنهم استغفر الله يعني الهه، وحاططهم وسط ناس طبيعيين جدا، هتكون كارهه ليهم اساسا. ودي نقطه انا فعلا لحد دلوقتي محتار فيها، فلو حد فاهمها اكتر يشرح لي في الكومنتات اللي هو انت ليه خدت قرار زي ده. يعني انت ما فكرتش مثلا في عيلتك اللي اكيد مش مستعدين لحاجه زي دي؟ كنت ممكن يا عم تسيبهم انت وتنزل. فانا بجد مش فاهم لحد دلوقتي ليه خد القرار الغبي ده.
والمهم يعني إن هم نزلوا خلاص وعاشوا وسط الناس، والناس فعلًا بقى خلاص عرفوا إن هم دول كانوا تنين سماوية، أكيد يعني مش هيسمّوا عليهم، ده الطبيعي وده المنطقي. فالناس مسكتهم وعذّبتهم بشكل مرعب، وفجأة دوفلامينجو لقى نفسه اتحوّل من طفل الناس كلّها كانت بتسجد ليه، لطفل صغير بيتعذّب في الشارع، هو وأبوه وأخوه وعيلته كلّها يعني. وأمه أصلًا ماتت كمان وسط الأحداث اللي بتحصل دي كلّها. ومن هنا بتبدأ بقى تتكوّن شخصية دوفلامينجو الحقيقية، شخص شايف إن البشر أوحش أو أذبى المخلوقات ممكن إن هو يشوفها. وده اللي مخلّي كتابته مرعبة شوية، لإنّك مستحيل تبرر اللي عمله، لكنّك في نفس الوقت فاهم هو طلع كده ليه. يعني دوفلامينجو ما كانش شايف إن البشر بس هم اللي وحشين، لأ هو كمان كان شايف إن السبب الحقيقي في اللي هو فيه ده كلّه هو أبوه، الشخص اللي بقرار مثالي منّه أو أناني في نفس الوقت خَد عيلته من السما لزبالة الأرض حرفيًا. فدوفلامينجو كان بيتعذب كل يوم وهو بيشوف أمه بتموت وأخوه بيعيط وهو نفسه بيتهان. كل ده ليه؟ عشان أبوه قرر فجأة إن هو عايز يبقى إنسان ويكفّر عن كل ذنوبه. فهنا دوفلامينجو جاب آخره حرفيًا وخلاص بقى يعني ما لقاش اللي هو يعمله غير إن هو ينتقم ويقتل أبوه ويحاسبه على كل لحظة ذل هو عاشها. فدوفلامينجو كان شايف إن بموت أبوه العار اللي هو فيه دوّة هيتمسح، أو يمكن يحاول ينهي المسرحية الهزلية اللي عاشها بسبب أبوه والمثالية بتاعة أبوه. من هنا بقى دوفلامينجو قابل الناس اللي بعد كده بقوا عيلته، والناس دي شافت في دوفلامينجو حاجة كبيرة جدًا، لأن لأول مرة شافوا الهاكي الملكي اللي ظهر من دوفلامينجو، وشافوا كمان فيه إن هو طفل عنده كراهية وغضب بشكل مرعب، وقالوا حرفيًا أنت اللي هتقودنا، يعني أنت الشر المطلق اللي إحنا هنتبعك بعد كده. من هنا بقى تبدأ شخصية دوفلامينجو الحقيقية تتبنى كشخص قرر يبقى الشر المطلق بقى فعلًا. في الوقت ده بقى دوفلامينجو أخد أو كل الفاكهة بتاعة الخيوط، ودي من أكتر الحاجات اللي عجبتني بصراحة في كتابة الشخصية، لأن حتى لو في ناس كتير شايفة إن فاكهة الخيوط مش أقوى فاكهة في العالم أو مش كويسة، لكنها لايقة جدًا على دوفلامينجو وعلى الشخصية بتاعته. يعني شخص بيتحكم في الناس بالخيوط، بيحركهم كأنهم عرايس، ودي حرفيًا شخصية دوفلامينجو كلها من ساعة ما شفناها. وده اللي بيأكد قد إيه أودا كان كاتب الشخصية دي بذكاء. والأجمد بقى إن دوفلامينجو ما كانش مجرد واحد معاه فاكهة وخلاص، لأ ده الراجل كان فاهم الفاكهة بتاعته بشكل عبقري بصراحة. وطريقة استخدامه فيها في الأنمي زي ما أنا شُفت كانت ممتعة. يعني مثلًا من الحاجات اللي شدّتني جدًا إن حتى لمّا كان بيتصاب أثناء المعركة أو القتال بتاعه، وبنشوف إن أعضائه الداخلية بتتقطّع أو بتتدمّر، كان بيستخدم الخيوط بتاعة الفاكهة بتاعته ويخيّط جسمه من جوّه وبيربط الأعضاء تاني وبيشفيها تاني. وده كان مدّي إحساس مرعب إن الراجل ده صعب إن هو يموت أو ينهزم بسهولة فعلًا. غير طبعًا إن يعني من أول الناس اللي وصلت لمرحلة إنقاذ الفاكهة بتاعتها، وبقى قادر يحوّل البيئة نفسها اللي حواليه لخيوط ويستخدمها للخصوم اللي ضده. وده اللي خلّى الfight بتاعه والقتال بتاعه ضد لوفي اللي هيحصل قدّام شوية كمان شوية، هيبقى من أمتع القتالات اللي أنا شُفتها بصراحة في الأنمي أو في الArc عامةً يعني. وحتى بعد كده لمّا دوفلامينجو كبر ورجع بقى إن هو يحتل جزيرة دريسروزا، هتفهم إن هو أصلًا ما كانش عايز مجرد يحكم جزيرة وخلاص، لأ ده الراجل كان بيحاول يصنع الجنة اللي اتحرم منها وهو صغير بسبب أبوه، يعني الجنة المزيفة اللي كان عايشها زمان وهو تنين سماوي. وعشان كده هتشوف إن دريسروزا دلوقتي بقى شكلها عامل إزاي، يعني فيها ألوان، احتفالات، ضحك، ألعاب، ناس سعيدة حتى لو ظاهريًا، وكل حاجة فيها مبهجة بشكل مبالغ فيه. لكن تحت المنظر الجميل ده كان في قرف بقى والظلم واللي كان بيحصل للناس، وناس كتير حياتها اتمسحت أصلًا. ودي من الحاجات اللي عجبتني جدًا في كتابة دوفلامينجو، إن حتى وهو شرير أفعاله ليها معنى بالنسبة ليه هو حتى. وفعلًا كان بيحاول يبني العالم اللي هو شايف إن هو يستحقه، حتى لو العالم ده مبني على الكذب والظلم والشر كمان. ودوفلامينجو أصلًا طول الوقت كان شايف إن البشر عالم فاسدة وقذرة، فبالنسبة له ليه أصلًا يعني أكون نضيف معاكم. وده اللي مخلّي دريسروزا دلوقتي بقى شكلها مرعب، لأن الجزيرة كان شكلها جنة، لكن في الحقيقة هي مجرد جنة مزيفة بيحكمها شخص هتشوف إن هو مريض نفسيًا. طب في نقطة مهمة جدًا لازم أتكلم فيها كمان، يعني ليه أصلًا لو واخد الموضوع مع دوفلامينجو بشكل شخصي كده، يعني ليه هو عايز ينتقم منه أوي كده وحاقد على دوفلامينجو. فهنا بقى معلش أنا هاخدك بفلاش باك تاني، بس صدقني ده أمتع فلاش باك هتشوفه وممكن أحزن فلاش باك. بُص يا سيدي، لو أصلًا كان عايش في جزيرة، ودي كانت جزيرة مشهورة بحاجة اسمها الرصاص الأبيض، يعني دي كان معدن كده موجود تحت الأرض، والمعدن ده خلّى الجزيرة غنية بشكل مرعب، بقى عندهم فلوس وتجارة مع بقية الجزر في البحر. بس المشكلة إن حكومة العالم والبحرية كانوا عارفين إن الرصاص الأبيض ده يعني سِم، وإنه مع الوقت هيسيب أمراض مرعبة جوّه الناس، وهيخلّي الناس كلّها عندها مرض، وكمان هيقضي على الناس كلّها بالجزيرة.
بس طبعًا المصالح بالنسبة لهم أهم، فقرروا إن هم يخبّوا الموضوع دوّة لحد ما الناس بدأت تموت فعلًا، ولو وقتها كان طفل وأبوه وأمه أصلًا كانوا من أشهر الدكاترة اللي موجودين في الجزيرة دي، حاولوا إن هم يساعدوا الناس لكن ما قدروش للأسف إن هم يعملوا حاجة، ولو حرفيًا شاف عيلته كلها بتموت قدّامه، والأصعب إن المرض ده كان بيأثّر عُمر الأطفال، يعني الطفل المفروض كان يعيش 60 أو 70 سنة لحد ما يكبر يعني ويموت، لأ ده دلوقتي هيموت وهو عنده 10 أو 11 سنة، فلمّا الجزيرة خلاص بدأت تنهار وحكومة العالم بدل ما تنقذ الناس، لأ ده حصرت الجزيرة وبقت بتخلّص على كل الناس، اللي هو ما حدش هيخرج من الجزيرة دي عشان المرض ما يطلعش برّه، ودي من الحاجات السوداوية اللي هدى كتبها بصراحة، الناس كانت بتموت والعالم الخارجي سايبهم، ما حدش كان مهتم بيهم أصلًا. كل اللي بيعمل ده هي حكومة العالم، اللي المفروض عندهم العدالة المطلقة، بس بطريقةً ما لو هيقدر إن هو يهرب من الجزيرة، وهنا بقى قابل دوفلامينجو، ودوفلامينجو من أول لحظة عجبه لو وعجبه الشخصية بتاعته، حتى قال له بشكل واضح إنه شايف نفسه فيه، وإنه ممكن في المستقبل يبقى هو دراعه اليمين. ومن هنا كمان اللي هو هيقابل شخصية مؤثرة جدًا في الarc ده وهو كورازون، اللي هو أخو دوفلامينجو، وهنشوف إن كورازون ده في البداية كان عامل نفسه إن هو شخص أهبل وأخرس ما بيتكلمش خالص وكل اللي حواليه فاكرينه فعلًا كده، بس الحقيقة إن كانت غير كده تمامًا. مع الوقت كورازون دوّة عرف إن لو أصلًا فاضل له كام سنة ويموت، وعرف كمان إن لو من عائلة الدي، ودي نقطة مهمة جدًا يا ريت تكون مركز فيها معايا، لأن التنانين السماوية أصلًا بيخافوا جدًا من حرف الD، وهنفهم إن هم متربيين إن الناس اللي عندها حرف الD ده دي ناس هتجيب الخراب للعالم وإن هم الشر الحقيقي وكده. ومن هنا بقى بدأ اتعلق بلو وعرف جدًا إن هو قد إيه طفل مسكين يعني وكده، وقرر إن هو ياخده ويهرب بيه عشان يحاول يلاقي ليه علاج بأي طريقة. ولحد هنا فعلًا العلاقة بينهم بدأت تبقى من أجمل العلاقات اللي أنا شُفتها في الأرك كله، لحد ما عرفوا إن في فاكهة اسمها فاكهة العمليات، الفاكهة دي أصلًا كان دوفلامينجو هيموت عليها بأي طريقة، لأن الفاكهة دي عندها قدرة قوية جدًا إنها تدّي الخلود لأي شخص، بس مش لحاملها، يعني في المقابل إن مستخدم الفاكهة هيموت قصاد إن هو يعمل عملية لحد إن هو يخلّيه هو اللي عنده الخلود، وده بيورّيك قد إيه دوفلامينجو أصلًا كان مهووس بالسُلطة والسيطرة، لدرجة بقى إن هو كان عايز يبقى خالد حرفيًا، لكن كورازون أول ما عرف موضوع الفاكهة ديّة قرر يعمل المستحيل بقى عشان يجيبها للو وينقذه قبل ما دوفلامينجو هو اللي يوصل للفاكهة دي، فهنا بقى لمّا دوفلامينجو عرف إن أخوه كورازون خاين كان حرفيًا مش مصدّق، مع إن الناس اللي حواليه من زمان أصلًا كانوا بيحاولوا إن هم ينبّهوه، كانوا دايمًا بيقولوا له إن في حد بيسرّب المعلومات، وإن الغريب إن كل مرّة كورازون بيبقى موجود فيها معاهم عملياتهم بتفشل، والبحرية بتبقى عارفة كل حاجة عنهم وعارفة تحركاتهم. لحد هنا إحنا بنكتشف إن كورازون أصلًا ما كانش مجرد عضو في العيلة بتاعة دوفلامينجو، لأ ده كان شغال طول الوقت دوّة مع البحرية تحت قيادة الأدميرال سنجونكو، أيام ما كان لسه بقى أدميرال، وكان بينقل كل المعلومات عن دوفلامينجو وتحركاته للبحرية، لكن كورازون في الآخر ضحى بكل حاجة، خان البحرية وخان دوفلامينجو وعرّض حياته حرفيًا للخطر بس عشان ينقذ لو ويدّي له الفاكهة بتاعة العمليات. لكن للأسف دوفلامينجو عرف الحقيقة بقى كلّها، وعرف إن هو يوصل لأخوه وموّته، يعني هتحس إن دوفلامينجو اتوجع فعلًا من الخيانة، بس هو ما قدرش يعمل حاجة، هو دوفلامينجو هتحس كده من النوع اللي هو بيتأثّر جدًا لمّا حد بيخونه أو كده، بس أنا لأ لازم أقتل الشخص اللي خانّي ده أو يتسبب لي في وجع زي ما عمل قبل كده وشُفنا مع أبوه، فده بقى الدافع اللي عند له إنه ينتقم فعلًا من دوفلامينجو على كل اللي هو عمله دوّة. فتمام، دلوقتي بقى أنا هاخرّجك من الفلاش باكات الكتير اللي أنا خدتك فيها دي، ونرجع للي بيحصل دلوقتي في الجزيرة، لإن دوفلامينجو هنا بنشوف إنه خلاص بقى حرفيًا اتجنن بعد كل حاجة ما بدأت تُقع من إيده، قرر إن هو يعمل حاجة مجنونة، استخدم قدرة كده من قدراته اسمها قفص الطيور، وحرفيًا غطى الجزيرة كلها بخيوط وبقى عامل زي القفص حرفيًا كده كبير حوالين الجزيرة، والقفص ده كل ما الوقت يعدّي كل ما بيقفل أكتر وأكتر. يعني الخيوط أكنها بتتحرك كده من ناحية جوه تدريجي وأي حد يلمسها أو يقف قدامها بيتقطع على طول، كأن دوفلامينجو بيقول طالما أنا هاقع بقى يبقى خلاص عليّا وعلى أعدائي والجزيرة كلها تُقع، وهنا بقى نوصل لواحدة من أهم اللحظات بالنسبة ليّا في الأرك بصراحة، لحظة ظهور الجيل الرابع بتاع لوفي، بجد التحول ده أول ما ظهر أنا انبهرت بطريقة القتال نفسها اللي كان لوفي بيستخدمها، كان فيها كل حاجة فخمة أنا عايزها، لإن بصراحة أكتر جير كنت باحبه قبل كده كان الجيل التاني، كان كويس بصراحة. أمّا الجيل التالت لمّا ظهر ما حسيتوش بنفس التأثير بصراحة، يعني ما كانش بالنسبة ليّا التحول اللي يخلّيك تقول ده حاجة واو أو كده، لكن الجيل الرابع بصراحة كان حاجة تانية خالص، التصميم نفسه كان فخم كده، وحسيت لأول مرّة إن لوفي فعلًا يعني داخل كوحش كده قدّام دوفلامينجو يتحداه، وإن القوة نفسها كانت منطقية مع التطور اللي إحنا شفناه بعد السنتين للوفي، لإن لوفي هنا بدأ يدمج بقى بين فكرة المطاط بتاعته وبين الهاكي اللي هو التسلح، وطلّع بقى لينا الأسلوب القتال الجديد بقى اللي هو
في الجيل الرابع ده. كل ده بصراحة خلّى الfight اللي حصل بينه وبين دوفلامينجو ممتع بالنسبة لي، ومن أكتر الفايتات اللي أنا استمتعت فيها في one piece عامةً يعني، خصوصًا إن أول ما ظهر الجيل الرابع لأول مرة. هنا أنا ممكن أقول لك خلاص إن بالنسبة لي الarc خلص أو انتهى، بس بجد أنا استمتعت في الarc دوّة. الarc ده أنا شُفت تطوّر الشخصيات الأبطال بتوعنا السنتين اللي هو غابوهم، فعلًا حسيت إن في تطوّر. أنا شُفت مثلًا يوسوب عرف إن هو يستخدم هاكي الملاحظة بتاعه، تقريبًا ده كان هاكي الملاحظة. شُفت إن روبن بيستخدم تقنيات جديدة، شُفت إن زورو بقى عنده تقنيات أقوى بالسيوف بتاعته، وإن هو بقى شخصية مرعبة. شُفت أهوّة لوفي قدر إن هو يخلّي في جيل رابع، وعرف إن هو يتحكم في استخدام الجيل الرابع، وإن هو إمتى يستخدم ضربات جديدة مع الجيل الرابع دوّة عشان يقدر يهزم الأعداء اللي وقف قصادهم. وشُفت villain حلو جدًا بالنسبة لي ككتابة وكبناء وكشخصية وككل حاجة، مع إن أنا شُفت ناس أو أعرف ناس ليّا أصحابي اتفرّجوا على الأنمي ده من زمان، كانوا بيقولوا لي إن شخصية دوفلامينجو دوّة بيتكلم كتير، عنده كلام كتير أكتر ما يعني عارف أنت لمّا حد تقول على حد إن هو كلام بلا فعل أو كده، بس لمّا اتفرّجت لقيت إن هو مش كده خالص، لا إن في دوافعه كلّها أنا متفهّمها. وممكن كمان لو أنت شخصية سيكوباتية تتعاطف معاه وتلاقي إن هو اللي حصل له دوّة، فالناس تستحق اللي بيحصل لهم من دوفلامينجو ده. بس في الآخر هو خلاص اتقبض عليه، نقدر نقول إن الطاقم بتاعنا حقق اللي هو عايزه، وظهر في نهاية الarc اللي هو شخصية كايدو اللي هو واحد من الأباطرة ال4. ومتحمس بجد إن أنا أشوف الشخصية دوّة. كمان حتى أول ظهور ليه شُفته إن هو كان عايز يموّت نَفْسه لإنه خلاص زهق بقى من الحياة بتاعته وكده، فأنا عايز أشوف واحد خلاص زهق من الحياة بتاعته، فهيبقى عامل إزاي في fight ضد لوفي أو الطاقم بتاعنا أو كده. فبجد أنا متحمس لده من المستقبل. بصراحة أنا دلوقتي في arc الكعكة الكاملة، وحاسس إن أنا مش مستمتع بيه أوي بصراحة زي ما استمتعت بالarc بتاع دريسروزا. حتى شخصية البيج مام لمّا ظهرت قدّامي دلوقتي ما حسيتش برضه بالخطر من ناحيتها أو بالهيبة من ناحيتها، ممكن هتظهر بعد كده يعني في نُص الarc دلوقتي حاليًا، بس ما حسيتش بالهيبة أو من الخطر من ناحيتها زي ما حسيت من أول ظهور لشخصية دوفلامينجو بصراحة. فبس كده حبيت أفضفض معاكم واحكي لكم شوية عن أكتر arc أنا استمتعت فيه من ساعة ما بدأت في عالم one piece، وأكتر villain بصراحة عجبني جدًا بعد شخصية كروكودايل، لإن أنا كنت باحب كروكودايل جدًا. فعلًا حبيت الذكاء والتخطيط بتاعه، لإن في بعد كده فيلن كتير ظهروا اللي هم خلاص أشرار وبس، لأ أنا عاجبني كروكودايل لإن هو كان عنده خطة وهدف وتخطيط، وعرف إن هو يوصل لحاجات من دي كتير يعني. فجه فلامينجو وغطى على ده بكتير برضه بالدهاء بتاعه والذكاء بتاعه. فبس كده يا رب يكون الفيديو عجبكم، وإن شاء الله لو قابلني أرك تاني أو في تفاصيل استمتعت بيها تاني ممكن أبقى أحكي وأفضفض معاكم أكتر. وبجد عايز أعرف إيه أكتر أرك عجبكم أو إيه أكتر فيلن لحد دلوقتي عجبكم، هل فعلا متفقين معايا إن لحد أرك الكعكة الكاملة هو فلامينجو أحسن فيلن ظهر؟ فبس ما تنسوش اللايك، وكان معاكم كريم سليمان، والسلام.